السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حلوى سهله التحضير، مقادير بسيطه كتوجد بسرعه، رائعه، هشيشه وكتذوب في الفم. وغادي نشوفوا الطريقه وفي نفس الوقت نعطيكم المقادير. غادي نحتاجوا 250 غرام زبده بحراره المطبخ، غادي نحتاجوا كأس سكر حبيبات سكر سنيده، غادي نحتاجوا قبصه ملح، وغادي نخدموا الزبده مع السكر جيدا. لذلك ضروري الزبده تكون بحراره المطبخ باش تجينا ساهله في الخدمه. وغادي نضيفوا ليهم كأس زيت ونخدموا كذلك حتى يندمجوا. وغادي نحتاجوا كأس كاوكاو اللي حمرناه، وغادي نطحنوا بالقشره ديالو، غير نهرمشوه ولكن نهرمشوه رقيق رقيق بزاف. ضيفوا كاوكاو او اللوز او اللي بغيتو. غادي نحتاجوا كذلك الزبيب، انا ضفت غير نصف كأس، قدروا تضيفوا كأس كامل. ضروري نقطعوه باش ما يهرش لينا الحلوى. وكأس زنجلان حتى هو نغسلوه ونحمروه. نفس الكأس عبرت به جميع المقادير، تقدروا تضيفوا اللي بغيتو، اللوز او القرقاع او اللي بغيتو، وتعبروا بنفس الكأس اللي عبرتوا به. ودابا غادي نضيفوا الدقيق اللي غادي نضيفوه تدريجيا. غادي نحتاجو كذلك خماره، وغادي نضيف 2 ساشيات كاكاو اللي كيبقاو اختياريين 14 غرام. تقدروا تنسموا بالفاني او بالقرفه او اللي بغيتو. صافي وكنبدا نخلط، كنضيف الدقيق تدريجيا كنغربلو وكنخلط. تقدروا تغربلوا الدقيق كامل وتبداو تضيفوه. صافي غادي نبقى نضيف بالكأس بالكأس حتى تجمع ليا العجين. بالنسبه ليا انا احتاجيت 6 الكؤوس. صافي كتبقاو تضيفوا الدقيق حتى كتجمع لكم العجين، ما كتبقاش تلصق وكتحبسوا. كيف كتلاحظوا العجين كتولي على هذا الشكل، كتجمع وما كتبقاش تلصق. صافي كنشكلوا كويره وكناخذوا طابع اللي كنديروه في الدقيق ضروري باش ما يلصقش لينا على الحلوى، او مرشم، وكنزينوا به الحلوى ديالنا من الفوق بهذا الشكل. وكنستمروا بنفس الطريقه، كنديروا كويره كنضغطوا عليها شويه باش ما تجيش غليظه بزاف، وكنزينوها بالمرشم من الفوق اللي ضروري نديروه في الدقيق باش ما يلصقش لينا. وكنوضعوا في صينيه الفرن. صافي كندخلوا الحلوى ديالنا للفرن على حراره 180 درجه، كنشعلوا لتحت والفوق. بالنسبه للفرن الكهربائي خليو الفرن حتى يسخن على 180 درجه. وكندخلوا الحلوى ديالنا تقريبا ربع ساعه، الوقت كيبقى على حساب الفرن ديالكم، تقريبا ربع ساعه. وكنخرجوها، المهم تكون تحمرات. صافي وكنخليوها تبرد حتى تبرد جيدا. عاد نزينوها بالسكر كلاصي، يا اما نفندوها في السكر كلاصي بالطريقه العاديه، او كنرشوا عليها غير كيف ما درت انا من الفوق. صافي وها الحلوى ديالنا وجدات، ساهله بسيطه كتوجد بسرعه. ديروا فيها المكونات اللي بغيتو اللي متوفرين عندكم، نسموها باللي بغيتو، كتجي رائعه هشيشه مرمله وكتذوب في الفم، رائعه في المذاق. جربوها بعينكم مغمضين لانها مضمونه وناجحه. الى عجبتكم هذه الوصفه خليوا لي لايك للتشجيع، بارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب.
ولا كنتو اول مره تشوفوا القناه ضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك، وخليوا لي آراءكم في التعاليق، ونتلاقاو مع وصفه جديده ان شاء الله.